أن هناك خطف وتنصير. هل ما يسمى بالتنصير موجود في مصر تحديدا؟ لا مش في مصر، ده في بجاحة في الأمر، في وقاحة. لا خلينا نتكلم في وقائع. هل هناك أنا تنصير؟ مش لدي وقائع وبس، أنا لدي وقائع مثبتة في محاضر شرطة، مثبتة في محاضر شرطة. بتتم ازاي بقى العملية دي؟ غير موضوع بقى محمد حجازي ونجلاء الإمام والجوهري احنا بس بنعتبر ان دول يعني سامحني في اللفظ، دول ربابيكيا المسلمين، ربابيكيا. لأن اللي يسيب التوحيد ويروح للتسليس، اللي يسيب ان الله واحد ويروح لله اثنين او ثلاثه. حضرتك بتتكلم في حيثيات. نعم يعني ودي يعني مبررات لعدم الخروج. خلينا نتكلم في الوقائع. خلينا ناخد الاستاذ ممدوح اسماعيل ونشوف عمل ايه في البلاغ بتاعه. معنا على الهاتف الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي بالنقد. استاذ ممدوح اهلا ومرحبا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ ممدوح اهلا بيك. اهلا استاذ هاني، ازيك يا ابو اسلام؟ الله يكرمك يا حبيب قلبي. وحضرتك بخير يا استاذ ممدوح. استاذ ممدوح يعني حضرتك تقدمت ببلاغ، ولكن البلاغ يعني حضرتك اعتقد ان انت وقعت عليه اكتر من حد، يعني ما مدى صحة ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للبلاغ فهو اجراء قانوني تقدمت به نظرا لما وجدته من مخالفة قانونية. القانون الاجراءات بيتيح لكل مواطن وليس المحامي فقط ان يتقدم باي بلاغ للنيابة العامة. تمام. اذا ما راى مخالفة قانونية او جريمة تتحرك النيابة العامة وتتحرك في التحقيق و تحقق في الجريمة. الشواهد أنني وجدت وقائع قانونية بعيدا عن ما يحاول البعض أن يفتعلوا في مشكلة فتنة طائفية أو هوس طائفي أو غير ذلك. أعتقد أنني أرى المشكلة أنها مشكلة قانونية بكل وضوح. وجدت تقارير وشواهد، شهادة شهود وتقارير وأدلة تقول أن هذه المرأة أسلمت، ثم هذه المرأة تم اختطافها، ثم هذه المرأة تم حبسها بدون وجه حق. مسألة اختطافها، مسألة حبسها بدون وجه حق، ثم تصاريح وتقارير بأنه يتم إكراهها في أحد الأماكن التابعة للكنيسة. فوجدت أنني أمام مشكلة قانونية، اختطاف، إخفاء مواطنة مصرية، ثم إكراهها على تغيير عقيدتها. الدستور بنص مادة 41 على حرية، الدستور بيكفل حرية الرأي والعقيدة. مواثيق حقوق الإنسان في الدولية والإقليمية والعربية كلها تنص على حرية العقيدة وحرية الرأي وحرية تغيير العقيدة في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان. فبالتالي لما تقدمت للسيد النائب العام تقدمت معي هذه الأدلة على وجود جريمة ينبغي التحقق منها، وأفقت بالبلاغ بعض التقارير على هذه الجريمة. وكنت أملي أن يتم التحقق في المسألة بتحقيق قانوني مميز بعيد عن الدعاوي الهوس الطائفي. ليه؟ لأن أنا وجدت أن كما قلت أن المشكلة قانونية، ثم أن من يتحدثون عن مشكلة طائفية هم يتحدثون وينكرون حديثهم السابق عن الدولة المدنية وعن المواطنة. المواطنة والدولة المدنية تعني بكل وضوح سيادة القانون. وأنا لما تقدمت للنائب العام ببلاغ للتحقيق في هذه الواقعة، طلبت تحقيق ما يدعونه وما هو يروج في كل مكان عن الدولة المدنية وحقوق المواطنة. وجدت ان الدولة المدنية بتنهار تحت شعارات زائفة للهوس الطائفي. استاذ ممدوح، الاستاذ ابو اسلام عايز يتكلم مع حضرتك. استاذ ممدوح، استاذ ممدوح، بس ابو اسلام عايز يتكلم مع حضرتك. هل هناك استاذ ممدوح حد من المحامين تضامن مع حضرتك في بلاغك؟ نعم، في عدة محامين. لست أنا الوحيد المقدم بلاغ. يوجد محامين أنا معي في بلاغي حوالي 5 محامين، وأظن بلاغ آخر تقدم به 3 محامين، وبلاغ آخر تقدم به عدد محامين. ففي عدة بلاغات أمام النائب العام للتحقيق. نعم، نزار غراب أيضا أظن تقدم. طب في حالة عدم استجابة النيابة في مصر أو الأجهزة المعنية في مصر، هل هناك فكرة لتصعيد الأمر دوليا كحق من حقوق الإنسان؟ أنا كنت أكمل لحضرتك. اتفضل كمل استاذ ممدوح، اتفضل كمل. أنا أكمل لحضرتك. أنا لما وجدت أن مكتب النائب العام لم يتحرك في البلاغ الذي فيه شواهد ودلائل على وجود جريمة مخالفة للقانون، انتظرت فترة أسبوعين، ثم الأسبوع الثالث تقدمت بشكوى لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، لأن ميثاق الأمم المتحدة في مواثيق حقوق الإنسان أنشأ مجلس دولي اسمه مجلس دولي لحقوق الإنسان، ثم أنشأ صندوق اسمه صندوق دعم المرأة. هذه الآليات الثلاث العمل الدولي تتكلم بكل وضوح في مواثيقها على حقوق الإنسان
وعلى حريه الانسان وعدم اكراه الانسان وعدم الاخفاء القصر للانسان وعدم اكراهه على تغيير فكره وحريه رايه وحريه عقيدته وحريه فكره. سؤال يا استاذ ممدوح، سؤال يا استاذ ممدوح، سؤال الامم المتحده والمجلس الدولي لحقوق الانسان تمام وصندوق دعم المراه. طيب حتى حضرتك قبل الدوله امام مجتمع دولي يتحدث عن حقوق الانسان وعن الحريات، عن حريه المراه وحريه الراي وحريه الفكر. جميل 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 جدا. ولكن انا عايز اسال حضرتك سؤال قبل ما تطلع بره للمجلس القومي للمجلس لحقوق الانسان في الامم المتحده. هل المنظمات الحقوقيه المصريه المنظمات الحقوقيه المصريه والمجلس القومي لحقوق الانسان لم تتقدم اليه باي بلاغات او باي مذكرات؟ ما هو دي الملفتة للنظر ان المنظمات المصريه والمنظمات العربيه التي انشئت خصيصا لمتابعه حالات حقوق الانسان وتتابع كل شارده ووارده في ملفات حقوق الانسان في مصر لم تتحرك منها منظمه بكلمه واحده او بتقرير او بكلام، رغم اننا امام حاله صارخه لاخفاء مواطنه ثم اكراهها على تغيير فكرها ورأيها. وبالتالي وحتى المنظمات النسويه في مصر او غيرها في مجلس قومي لحقوق المراه ايضا غير مجلس قومي لحقوق الانسان. هذه المجالس مهمتها ان تتابع الحالات المخالفه لحقوق الانسان او حقوق المراه في المجتمع. لم تتصدر هذه المجالس لتلك المشكله، رغم ان المشكله واضحه في الشمس اننا امام حاله اخفاء قصري وحاله اكراه على تغيير فكر وراي وحاله مخالفه للقانون واضحه صريحه. حالة الغموض اللي موجودة في حالة المنظمات القانونية والمنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية المصرية أو المعنيين بحقوق الإنسان في مصر هي حالة ربما البعض يفسرها أن الخوف من مسألة الفتنة الطائفية، رغم أننا أمام حالة قانونية واضحة. المسألة ليست فتنة طائفية، المسألة أنها مواطنة مصرية والجميع يتحدثون عن المواطنة وعن تطبيق سيادة القانون على الجميع. هذه المواطنة المصرية بغض النظر عن أنها غيرت عقيدتها إلى الإسلام بالنظر تعرضت لحالة إخفاء قصري، تعرضت لحالة إكراه فكري وإكراه بدني باعترافات موجودة بتقارير على جميع وسائل الإعلام وعلى النت موجودة أنه يتم وصورها هي بتؤكد ذلك بالهوس وغير ذلك. طيب. هذه الحالة المخالفة للقانون كان ينبغي على النائب العام والنيابة العامة أن تفضل ليها، ولكن يعني أنت عايز تقول لي إن البلاغ اتحفظ؟ أستاذ ممدوح عايز تقول لي إن البلاغ اتحفظ؟ تم حفظه؟ البلاغ لم يتم التحرك فيه مطلقا للأسف الشديد، يعني أنا قدمت البلاغ وللأسف الشديد فوجئت أن بلاغات أخرى يتحرك فيها النائب العام، يعني من الملفت للنظر والطريف أن بلاغ لاعب الكرة جده يتحرك بعد ما قدمت البلاغ ويتم التحقيق فيه في نيابة الشمال، ووسائل الإعلام كلها تشير إلى البلاغ جده لاعب الكرة، بينما بلاغ مواطنة مصرية تم إخفائها وإكراهها ويتم محاكمتها خارج نطاق القانون، هذا لم يتحرك في احد. يعني احنا مش ده يا استاذ ممدوح مش ده بيعكس او بيعمل انعكاس للمجتمع رايح لفين؟ ان الاهتمام بقى بايه وبنسيب ايه؟ نعم بلا شك المساله بتعمل نوع من انواع التراكم في الاحتقان والتراكم في حاله الغضب، بل العكس بتفرز اننا امام حاله ازدواجيه في السلطات في مصر. توجد دوله يوجد قانون موجود ويوجد دستور موجود، لكن ايضا الناس تكتشف ان هناك دوله اخرى وان هناك سلطه اخرى تقف ولا تعترف بتلك القوانين ولا بذلك الدستور. هذه الحاله الازدواجيه الموجوده في الدوله بتولد حاله من الغضب الذي ينبغي على الجميع ان يعي ان هذا الغضب المكتوم عند الكثيرين والذي تبلور وظهر بصوره حضاريه في مظاهره امام مسجد النور، والذي تبلور في كتابات الكثير من الناس ومن المفكرين المثقفين على كثير جدا من وسائل الاعلام، من الممكن ان يتحول الى شيء اخر لو اسيء هذا الغضب وتم اخراجه بصوره سيئه، لكن الحمد لله ما زال المسلمين في مصر يتحركوا بصوره حضاريه للدفاع عن حق مواطنه مصريه، وانا ما زلت اصر اقول مواطنه مصريه، اذا كانت قضيه هي القضيه المعقده وهي القضيه الشائكه فانا بقول انها مواطنه مصريه، اظهروها للراي العام. انا طلبت من النائب العام في البلاغ طلبك مشروع، يعني انا شايف طلبك مشروع رايها بكل وضوح، هي اسلمت او ما زالت مسيحيه، هذا حقها. المساله الاخرى مساله الاديره، يعني من الملفت للنظر انه يتم اخفائها ويعلن ذلك في مقر تابع للكنيسه. ما هو هذا المقر؟ دوله سلطانها القانوني لابد ان يشمل كل مكان عن 1,000,000 كيلو متر مربع هي مساحه مصر. لما يكون في اماكن خارج نطاق القانون وخارج سيطره الدوله فاصبحت هناك تتمتع باستقلاليه منفرده عن سلطان القانون وسلطان الدوله، وهذا وضع شاهد. للاسف الشديد كاننا في مصر نريد ان نقول
انه يوجد حكومه مثل حكومه جنوب السودان موجوده في مصر لا قانون ولا سلطان ولا سلطه للاسف الشديد. انا بقول ان في بعض المتطرفه او المتطرفين في الكنيسه المصريه، وليس كل المسيحيين، بالعكس في مصر يتميزون بالسلامه كما يتميز كل الشعب المصري بالسلامه والتسامح، لكن للاسف الشديد سيطرت قله متطرفه باراء سياسيه خارج نطاق المسيح الذي قال دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، تريد ان تنشئ لها وضع سياسي وقانوني داخل الوضع والنظام السياسي المصري كي تقف امام النظام السياسي المصري تفرض عليه ما تريد. انا بقول ان في قانون، وهذا القانون ليس قانون شريعه اسلاميه، ولكنه قانون واضح طلبتم الاحتكام اليه وطلبتم حقوق المواطنه وطلبتم الدوله المدنيه، فلنحتكم جميعا الى القانون. يعني للاسف الشديد انا اقول نقطه عشان ما استعجلش، الكاهن اللي زوجته هذه اختفت تقدم ببلاغ لقسم الشرطه وسجل فيه اختفائها. كان ينبغي لو ان هناك سياده قانون اذا ما تم الحصول على هذه السيده ان يتم سماع اقوالها في البلاغ وفي المحضر حرره الكاهن. هذه الصوره العاديه للمنطق القانوني ان يتم ده هو عمل اختطاف، ده عمل بلاغ باختطافها للقسم، عمل بلاغ باختطاف. هل هي اختفت بارادتها ام بغير ارادتها؟ ما هو موقفها؟ هل تريد ان تعود ام لا تعود؟ لانها امراه بالغه عاقله راشده مثقفه، فليست طفله قاصره ولا جاهله، فكان من حق القانون هنا ان تذهب للنيابه العامه لا ان يتم اختطافها وايداعها في مكان خارج نطاق القانون. جميل. استاذ ممدوح، يعني واضح ان البلاغ بتاع حضرتك وبتاع بعض المحامين اللي تقدموا مع حضرتك لن ينظر له الى الان او لم ينظر له الى الان. طيب في حاله عدم النظر لهذا البلاغ واحنا داخلين على اجازات، هل هتحركوا دعوه قضائيه بطرف تاني او بشكل تاني؟ ولا هتكتفي بالتدويل؟ انا شخصيا ومعي عدد من الاخوه الزملاء المحامين مصرين على الاستمرار في النطاق السلمي الحضاري في الدفاع عن حق هذه المواطنه المصريه بالتحرك امام القضاء الاداري وبالتحرك امام كل جهه قانونيه. لن يكون هذا البلاغ الاخير ولن يكون هذا الموقف القانوني في التفاعل مع هذه المشكله الاخيره، بل انا بعتبره ان ده الاول، لان مشكله وفاء قسطنطين السابقه تقدمت ببلاغ انا ومعي 25 من المحامين ومع ذلك لم يتحرك هذا البلاغ منذ 5 سنوات حتى الان، وقيل انها قتلت او هربت او غير ذلك. عدم الاستمرار كما حدث في قضيه وفاء قسطنطين، تم التكتيم على الامر وتم صعود موقف. طب استاذ ممدوح، استاذ ممدوح ابو اسلام بس عايز يتكلم مع حضرتك. استاذ ممدوح ان شاء الله. نعم سمحت استاذ ممدوح، لو اني متضامن معاك 250 محامي في الحاله دي ما يفرقش امام النائب العام. لو ال 250 بقوا 1000 محامي غيور مسلم لديه نخوه لديه عقيده، مش ممكن ده يفرق مع الرأي العام أولا، ثم مع النائب العام ثانيا، ثم مع وزارة الداخلية ثالثا. يعني إذا كان في من بين محامين مصر 5 أفراد أو 10 أو 20 فده دليل على عدم الجدية. المحامين يكون له هيئة، لكن هو من الناحية القانونية لا يفرق القانون بين تقديم البلاغ من 1 أو من 1,000,000 محامي، طالما أنه يتعرض في مصحواه إلى مخالفة قانونية صارخة أو جريمة، وجب على النيابة العامة أن تتحرك. لكن هو العدد هنا بيلقي بتبعية الإهمال أو تبعية أنها قضية رأي عام، يعني النيابة العامة ممثلة المجتمع ويحركها أن المجتمع يريد الحقيقة في هذا الوضع. نعم يحركها ويحرك الرأي العام أن المجتمع وممثلي المجتمع من المحامين ومن أهل